السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. المحامي ديال شيماء خرج باش يوضح الامور ويهضر بالدليل والوثائق على فين وصل الملف، وهذا الشيء اللي قال المحامي اهم ما فيه هو ان المحامي نفى الشائعات اللي خرجت وقالوا فيها ان شيماء تراجعت على الشكايات ديالها ولا سحبتها. اكد المحامي باللي هذا الشيء كذوب والقضيه باقا قائمه وما تحركتش. هنا المحامي عطى المعلومات القوية، قال بلي تسلم 3 ديال الأقراص المدمجة ديال السيدي فيهم أدلة جديدة وخطيرة في الملف. وصف المحتوى ديال هاد الأقراص مؤلمو بزاف، وأكد بلي شاف فيهم الجسم ديال السيدة أي شيماء وشاف الدم، وهادشي كيعني بلي تعرضت لأذى جسدي ونفسي خطير جدا. شرح المحامي الاستراتيجية ديالهم اللي بغاو يخدموا بها. الملف تقدم في البداية في محكمة الجنح عين السباع باش يربحوا الوقت وما يضيعوش الإجراءات، ولكن أكد أن الهدف الرئيسي هو أنهم غادي يطالبوا باش يرجع الملف ديال الجناية هما في مرحلة تحقيق، وذلك بالاعتماد على خطورة الأدلة الجديدة اللي كاين في السيدي. المحامي قال بلي هاد الاستراتيجية هي رابحة ومضمونة 100% لصالح الموكلة ديالو. السياق ديال هاد القضية كاين واحد التركيز كبير باش يتم الدفاع على السمعة ديال شيماء ويردوا على أي محاولة تشويه صورتها، وتأكيد الأصل والهوية. كيتم التأكيد على أن شيماء هي شابة مغربية أصيلة ووطنية وملكية وكتحمق على بلادها وملكها. هذا التأكيد كيجي باش ينفيو أي تهمة خفية أو إشارة باللي هي عندها شي أجندات خارجية كيقدموها على أساس أنها شابة محترمة كتقلب غير على العدالة والحق ديالها. والخلاصة في هذا الملف ديال شيماء هو ملف معقد. المحامي ديالها كيأكد على أن الأدلة قوية بزاف والقضية مازال مستمرة، والخطة القانونية هي تحولت التهمة من جنحة بسيطة إلى جناية ثقيلة مع محاولة حماية سمعة شيماء من التشويه. هادو هما الأحداث الأخيرة ديال شيماء والمحامي ديالها والقضية ديالها فين وصلت. ما تنساوش تخليو لي لايكات ديالكم وتتابعوا القناة ليصلكم كل جديد.